حبايبي واخواتي في كل مكان، جايين لكم النهارده وجايبين لكم قصة صعيدية حلوة قوي. اسمها صعيدية امتلكت قلب الأسد، بقلم الجميلة رنا أحمد. يلا بينا نشوف القصة فيها ايه، وما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو. في الصعيد في الشارع كانت واقفة تبيع الطماطم. شربات جت لها وقالت لها بسخرية واستفزاز: كيفك يا واكلة ناسك، وايه الطماطم العفشة دي؟ حرب غيظ قالت: يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين، عايزة ايه يا ولية على الصبح؟ ولولو عليك يا بعيدة. جرى ايه بس يا بنت يا حور، مزعل القمر ليه؟ شربات بدلع قالت: لا بقى يا سي حسان، شوف لك حل مع بنت اختك دي. حرب غيظ شديد قالت: مالها دي يا بنت عم محمود الحرامي، الله يبشبش الطوبة اللي تحت راسه، الا ما في بيت في البلد الا لما جم معاه بالواجب وقشطه. شربات قالت بخبث: بقى كده؟ ايه رأيك يا معلم حسان؟ معلم ايه ده، بيشتغل سواق على ما تفرج. ما هو السواق ده ربنا ابتلاه بيكي ومستحمل جرفك. اخلصي يا ادي الست شربات اللي هي عايزاه واخلصي. لا يا روح النن، جو العشق الممنوع ده انت والولية الشمال دي تعملوه بعيد عني. بقى كده؟ ماشي يا حور. حور وهي بترش عليها مية: يلا يا عرة النسوان جاتك الهم. حسان بغيظ شديد قال لها: نفسي نعرف عملت ايه في حياتي عشان ربنا يبتليني ببنت اخت زيك. عاجبك كده؟ طيرتي مني المصلحة. مصلحة؟ دي مصلحة شمال يا خالي. يا بت نفسي اعرف بتستفيدي ايه لما تطفش الزباين؟ ما كنت بعتي الطماطم بدل ما تبوظ عنديكي. تبوظ بمزاجي بس ما حدش يلوي دراعي، ويلا خلصني شوف عايزاه عشان مش فاضية. ليه رايحة النادي ولا خسرتي فلوسك في البورصة؟ لا، طالعة لايف مع حور العيون، كل شيء صعب يهون. في فيلا أسد الجوهري، وبالتحديد في أوضة أسد، كان حاسس بإنزعاج شديد من رنة التليفون اللي ما بطلتش. قام من مكانه ومسك تليفونه بعصبية: جرى ايه زفت على الصبح، في ايه؟ ايه مالك يا كبير؟ وحشتني قلت اسمع صوتك. لا يا شيخ، وده من امتى؟ ده انت من ساعة ما سافرت العريش وانت مش معبرني. مراد بغيظ قال: يا سلام، ده على اساس اني قاعد هنا بصيف، ده انا طالع عيني اللي جابوني. المهم انت عامل ايه مع جاكلين يا نمس؟ وان بسكت عشان مش طايق نفسي وعايز اخلص من المهمة دي في اسرع وقت. انت هترجع امتى يا صاحبي؟ مراد قال له بابتسامة: كام يوم وهكون عندك يا اسد. سلام يا صاحبي وخلي بالك من نفسك. اوكي يا حبيبي، مع السلامة. اتنهد أسد وقام علشان يروح الحمام ياخد شاور ويلبس هدومه البسيطة جدا. فأسد الجوهري هو ضابط مخابرات، ملهوش منافس في كل شخصية، بيعمل اللي هو عايزه ومش بيقيد نفسه خالص، فهو دايما بيعمل اللي بيشوفه صح. في أوضة التوأم زين وسليم، زين كان بيبص في الساعة وقلب رعب: يا نهار اسود ومنيل، سليم وادي يا سليم، قوم الله يخرب بيتك. اعملي لحمة مشوية يا ماما. قوم الله يخرب بيتك، ده اسد اللي هيشوينا. قوم يا زفت. استغفر الله العظيم يا رب، ده احنا ولا اللي في الجيش. يا رب اسد اخونا يتجوز ونرتاح بقى يا رب. امين يا رب، يلاقي بنت الحلال اللي تشغله عننا. أسد دخل وقال لهم بغيظ: ده بعدك انت وهو، هفضل قاعد على قلوبكم. زين برعب قال: ها ابي اسد. سليم بخوف قال: والله مش قصدنا حاجة يا ابي. أسد بجدية وثقة قال: دقيقة واحدة وعيكم تحت. زين بحسرة وغيظ: قسما بالله انا سنتين كمان معاه وهقطع الخلف. وتحت كانت سما بغيظ شديد بتقول: والله أنا حرة يا يوسف، مش هحضر المحاضرات بتاعتها، وفهم الهانم خطيبتك إني بره علاقتكم ببعض وتبطل تشتكيني ليك. ده انت قصدها بقى. على فكرة سلمى بدأت تاخد بالها من معاملتكم كلكم ليها. انا مش عارف انتوا مش طايقينها ليه بصراحة. علشان هي ما تطقش الصراحة، وإحنا مستحملينها علشان خاطرك. أسد قال بحدة: سما، صوتك ما يعلاش على اخوك الكبير، سامعة؟ مهما كان دي خطيبته. وأنا طالبة عند الدكتورة هبة ومش عايزة أحضر محاضراتها، أنا حرة. نرمين والدتهم قالت بحدة: خلاص في إيه بقى، ما تحترموا وجودي، يلا علشان تفطروا. وفي الخارج أسد قال بعصبية: سما بدموع قالت: أنا آسفة يا أبي، بس صدقني غصب عني، أنت عارف كويس إن كرهي ليها مش من فراغ، دي واحدة واطية بتستخدم يوسف علشان توصل لهدف أكبر. هدف ايه؟ قصدك ايه بالظبط؟ اتكلمي. مش وقته يا أبي، عن إذن حضرتك. أسد بحدة قال: خلصتوا؟ زين وسليم قالوا بقلق. كله تمام يا كبير. أسد بجدية قال لهم: النهارده الامتحان بتاع سعادتكم، لو فيكم واحد ما جاوبش او حس ان درجته مش هتعجبني يدفن نفسه احسن، مفهوم؟ زين قال برعب، وحدوه. وسليم بخوف شديد. لا اله الا الله. وجوه في المطبخ كانت قاعدة هنية الشغالة بتعب. نرمين قالت لها بجدية: مالك يا هنية، في ايه؟ أبدا يا هانم، تعبانة بس شوية. ألف سلامة عليك يا هنية.
انت فعلا عندك حق، الحمل تقيل قوي عليكي، انا لازم اشوف واحدة تساعدك. حسان دخل وقال بجدية: أنا آسف يا ست هانم، أنا سمعت الكلام غصبا عني والله، بس أنا عندي البت دي نرمين هانم، بنت غلبانة قوي وعلى ضمانتي. خلاص يا حسان، هاتلي البنت دي بكرة اشوفها. من عينيا يا هانم، بكرة تكون عنديكي. في شقة صباح والدة مراد اللي يبقى صاحب أسد كانت قاعدة وهي بتتفرج على التلفزيون، وانتبهت لجرس الباب اللي رن. قامت وهي مبتسمة بحنان لأسد اللي بتعتبره ابنها التاني. فتحت الباب وقالت له: أسد وحشتني قوي يا حبيبي. حضنته بحب وهو بس إيديها بحنان. أنت أكتر يا أمي، عاملة إيه؟ الحمد لله يا ضنايا، ادخل. رنا بسعادة وعشق قالت: أسد ازيك عامل ايه؟ أسد عارف مشاعرها اتجاهه فقال لها بتجاهل: كويس يا رنا الحمد لله. محتاجة حاجة يا أمي؟ أؤمريني. صباح بابتسامة قالت: عايزة سلامتك يا حبيبي، ما تقعد معانا شوية. معلش يا ماما، عندي شغل مهم، وبعدين ابنك جاي بعد يومين وهتلاقيني في وشك ليل نهار. رنا بعشق قالت: تنور في أي وقت يا أسد، انت ما تعرفش انت غالي عندنا قد ايه. السلام عليكم. في الصعيد على جانب أحد الأراضي الزراعية كانت قاعدة البنت المشاكسة دي وهي بتمص عيدان القصب وبتغني بصوتها العذب. كانت بتغني أغنية ليه بيداري كده. حسان خالها قال لها بغيظ: وآخرتها يا ست روبي، بقالي ساعة بدور عليكي. هي جرى ايه يا خال؟ هو في حد يخش على حد خلوتك ده؟ طلعتني من المود يا راجل. خلوة؟ ليه دخلت عليك الحمام؟ اسمع يا بت، جايب لك شغلانة، انما ايه، خدامة في الفيلا اللي بشتغل فيها، ناس علوي قوي يا بت. حرب دي قالت: ايه ده خدامة؟ بقى بنت الحاج فتحي تشتغل خدامة؟ ايه ده يا خالي؟ حسان بغيظ شديد من عجرفتها قال: جرى ايه يا بت؟ ليه محسساني ان ابوكي قبل ما يموت كان مترشح يبقى وزير الداخلية؟ الله يرحمه يا اختي ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه، كان حتة غفير لا راح ولا جه. احترم نفسك يا خالي. بت انتي اسمع الكلام، انتي هتاكلي الشهد وهتلبس هدوم علوي بدل حالك ده يا بت الفجرية. الفجر أحسن بكتير من النهاية المأساوية المعروفة. نهاية ايه يا بت؟ النهاية المعروفة يا خالي، لما أروح أشتغل عند الناس العلوي دول أكيد ابنهم هيبص لي بصة قذرة كده اللي بيبصوها الشباب للخدامة اللي بتشتغل عنديهم، خصوصا لو كانت متفجرة الأنوثة زي كده، وأكيد هيعتدي عليها، وبعدين ضميرها هيأنبها ويتجوزها ويعذبها، وبعدين يبكي بدل الدموع دم ويحبها، وطبعا زي الهبلة هتضعف وتسامحها. بس أنا بقى غير، قسما بالله لطلع روح اللي جابوه. حسان بغيظ شديد قال: يا مراري. وبعد شوية في الأرض كانت قاعدة حور بتفكر في اللي قاله لها خالها، فهي محتاجة فعلا للشغل ده. حسان بغيظ شديد جالها وقال: ها يا دكتورة، فكرت يا اختي؟ طب سيبني شوية أفكر يا خالي. طيب يا اختي، انا هروح لعمك عرفان وبعدين هعدي عليكي. سلام يا بنت اختي. حور بشرود وهمس: والله فكرة، أكيد فلوسهم حلوة. يعني انت قاعدة هنا هتهبي بإيه ولا وراكي إيه؟ وراك الديوان يا أختي. شريف بوقاحة واستفزاز قال: كيفك يا حور يا وردة الصعيد كلها؟ عايز إيه واللي جابك هنا؟ في حد يقول لي ابن العمدة برضك رايح فين وجاي من وين؟ ابن العمدة هناك في بيتكم مش هنا يا وكيل ناسك، وبعدين انت عايز مني إيه؟ عايزك في الحلال وانت عارفة كده زين. حلال؟ هو اللي زيك يعرف الحلال؟ كنت رحت اتجوزت البت اللي اعتديت عليها ودمرت حياتها. يا واطي يا ناقص، ده اللي زيك ما يعرفش غير الدمار ووجع القلب. اسمعني زين، انا مش زي اي حد، ولا يهمني ابن العمدة ولا ابن الجن الازرق، واياك تقرب مني تاني، فاهم؟ ماشي يا حور، انا وانتي والزمن طويل، ومش هرتاح غير لما اجيبك ليا. انتي لعنتي اللي مش عارف اخلص منيها واصل يا حور. شريف ده يبقى ابن العمدة بتاع القرية اللي فيها حور، شخص أناني ومغرور وبيحب حور حب جنوني. في مدرسة زين وسليم اللي يبقوا اخوات أسد التوأم اللي في الثانوية العامة، سليم بتنهيدة ودي قال: هوف، الامتحان كان صعب قوي. عملت ايه يا زين؟ الحمد لله يا سليم. مالك يا زين، بتبص على ايه؟ ببص على رحمة، قالت لي انها هتستناني قدام المدرسة، بس واضح انها ما قدرتش تيجي. سليم بدي قال له: تاني رحمة يا زين؟ انت لسه قدامك كتير قوي لحد ما تفكر في موضوع زي ده. بحبها يا سليم، بحبها وعايزها يا اخي، حس بيا بقى، ده انت توأمي. يا حبيبي انا ما اقصدش، بس انت عارف ابوها وانت مش مستعد لده دلوقتي خالص. زين بضيق شديد قال: ربنا يقدم اللي فيه الخير يا سليم. سمير زميلهم قال لهم بخبث ومكر: ايه مالكم كده؟ شكلكم ما كتبتوش كويس،
بس طبعا هتيجوا معانا الرحلة اللي طالعة بعد بكرة، دي هتبقى رحلة وهم. زين باستغراب قال له: رحلة كده وسط الامتحانات؟ معقول ده؟ أكيد لأ طبعا مش هينفع. سمير باستفزاز وخبث قال: صحيح نسيت إن أسد أخوكم مش هيوافق. يا ابني انتوا هتفضلوا كده مالكمش شخصية وأسد أخوكم متحكم فيكم لحد إمتى؟ يلا سلام. سليم بعصبية وغيظ: شايف؟ عاجبك كده؟ كل من هب ودب بيتريق علينا. احنا فعلا ما عندناش شخصية، احنا لازم نعيش حياتنا على كيفنا، نخرج ونسهر براحتنا. زين بجدية قال: عندك حق يا سليم، كفاية حياتنا بقى تضيع تحت رحمة أسد، احنا لازم نعيش حياتنا ونعيش سننا. في الصعيد في بيت سارة صاحبة حور، سارة بدموع وألم: يعني إيه يا حور؟ يعني هتسيبيني وتسافري؟ حور وهي بتحضنها قالت: جرى إيه يا بت؟ هو أنا مسافرة المريخ ولا إيه؟ ده أنا كل أسبوع هاجي هنا، هو أنا أقدر أستغنى عنيك يا بت؟ وبعدين يا بت أنا نادرة إني أغني في فرحك. فرحي؟ وده مين اللي هيتجوز واحدة معيوبة زي تفي من بقك يا بت؟ ده انت ست البنات كلها، وإن شاء الله هتلاقي اللي يستاهلك. ربنا ينتقم منيك يا شريف الكلب. إن شاء الله ربنا هياخد لك حقك مني. المهم على تليفونات بقى، وادعي لي ربنا يكرمني. سارة بابتسامة من بين دموعها قالت: ربنا يكرمك يا حور، انت تستاهل كل خير يا حبيبتي. في الوزارة كان أسد بيمشي بطلته وهبته المعهودة، كان رايح لمكتب اللواء جلال، وفي مكتب اللواء جلال اللواء قال بحدة: أظن يا أسد باشا إنك ظابط، والمفروض إنك بتاخد أوامر وتنفذها، صح ولا إيه؟ لا سعادتك، أنت عارف إني بنفذ اللي بشوفه صح، وأنت سعادتك شايف إن الصح إنك تعامل البنت كده اللي هي الخيط الوحيد اللي هيوصلنا لأبوها، اللي شاكين إن أبوها على علاقة بأخطر عصابات وبيخططوا لحاجة خطيرة في البلد. أنت جرالك إيه بالظبط يا أسد؟ أيوة ده الصح، لأني مش هغضب ربنا وارتكب جرم كبير زي ده، جرم زي الزنا. حضرتك شايف إن الهانم مش هتطمن لي وتثق فيا إلا لما أكون معاها بالقذارة دي، وأنا مش هعمل ده، حتى لو هسيب القضية دي والشرطة كلها، عن إذن سعادتك. جلال قال: أسد، صدقني لو خسرت القضية دي هتبقى خسرت كتير قوي. أسد وهو بيمسك تليفونه اللي بينور باسمها: مش واضح سعادتك، أهي بتتصل. سلام يا سيادة اللواء. في الجامعة اللي بيشتغل فيها يوسف أخو أسد وخطيبته هبة، كانت قاعدة هبة على الترابيزة وهي بتدون بعض الملفات، وقتها انقضت عليها سما بغضب شديد: انتي مش هتبطلي حركاتك دي ولا انتي فاكرة ان محدش فاهمك؟ اتكلمي كويس يا سما، ده ذنبي اني خايفة عليكي؟ لا يا شيخة، خايفة عليا ولا عايزة دايما تباني قدام يوسف المصلحة الاجتماعية اللي بتخاف على الكل؟ ابعدي عني أنا بالذات، فاهمة؟ يوسف بحدة قال: في ايه؟ شكلكم باين بيتخانق من بعيد، ايه اللي حصل؟ هبة بخبث ودموع مصطنع قالت: أنا ما عملتش حاجة يا بيبي، هي اللي جت من غير سبب واتخانقت معايا، مش عارفة مالها. سما بغيظ شديد قالت: أنا مش عارفة انتي ازاي كده، بس اسمعيها مني، مش هتوصلي للي بتفكري فيه، فاهمة؟ ده بعدك. يوسف باستغراب قال لها: قصدك ايه يا سما؟ ما تفهميني أنا كمان. سيبك منها يا حبيبي، مفيش حاجة. سما بغيظ قالت: سلام يا دكتور يوسف. هبة بابتسامة خبيثة: حبيبي ايه رأيك نروح نتغدى برا؟ اوكي يا حبيبتي يلا بينا. إما كنت أقلب الترابيزة عليكي ما بقاش أنا هبة. في الصعيد في بيت حور، كانت واقفة حور بدموع وتأثر وهي بتحضر شنطتها علشان تسافر. حسان بغيظ شديد قال: جرى ايه يا ست شاكيرة؟ يعني سايبة الفيلا وراكي؟ ده بيت شبه الزريبة. جرى ايه يا خالي؟ طلعتني من الموت، مش شايفني بتشحتف ازاي؟ تتشحتفي؟ تتشحتفي في نار جهنم يا بعيدة، خلصينا يا أختي هنتأخروا على الناس. اهو خلصت، هدوحشني والله يا بيت. حسان بغيظ شديد قال: عوض علي عوض الصابرين يا رب. في أحد الكافيهات الفخمة، جاكلين كانت بتمسك إيد أسد بعتاب: كده برضو يا أسدي؟ علشان زعلنا مع بعض آخر مرة تسيبني كده؟ أسد بخبث ومكر قال: معلش يا حبيبتي، ما انتي كمان ما كانش ينفع تعملي اللي عملتيه ده، أنا قلتلك هنا غير أمريكا. بس قوليلي عامر باشا أخباره إيه؟ جرى إيه يا أسد؟ هو طول ما إحنا قاعدين تكلمني على بابي؟ خلينا إحنا مع بعض يا روحي. أسد قال في نفسه: يا ربي عدي المهمة دي على خير عشان زهقت. من داخل فيلا أسد، حور بغيظ شديد قالت: استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. أنا كنت متأكدة إنهم ناس شمال، أكيد الغنى اللي هم فيه ده من ورا جوت الناس الغلابة اللي مقصين دمهم. حسان بغيظ قال لها: إلهي يمص دمك تعبان يا شيخة ويخلصني منيكي، يا بت يا بت تهمد بقى وكلي عيشك وانتي ساكتة. حور بغيظ قالت: وأنا عملت حاجة؟ بقول الحقيقة، ولا هي الحقيقة دايما بتزعل؟
زين وهو بيجري ورا سليم بضحك اتصدم في حور. سوري. ما طبعا لازم تشتم، ما انتوا ما تربطوش بجنيه واحد، اهو من اولها يا سي حسان شتيمه وقله قيمه، شكلي مش هعمر في الشغلانه دي. حسان بغيظ وهو حاسس ببوادر الشلل. ده أنا شكلي اللي مش هعمر في الشغلانة دي، ورفضي وقطع عيشي هيكون بسببك. امشي امشي يا بنت من قدامي. بالراحه طيب ما تزقش. جوه البيت كانت قاعده نرمين والده اسد. حسان بابتسامه. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير، هي دي البنت؟ أيوة يا هانم، حور بنت أختي ما شاء الله عليها لهلوبة. حور بضحك قالت وساعات ببقى الهلال والنجمة. نرمين بضحك قالت شكلك دمك خفيف، كنتي بتشتغلي فين قبل كده يا حور؟ حور بغرور وهي بتقعد على الكرسي اللي قدامها. أنا ما فيش حاجة معرفش أعملها يا هانم، أنا أكبر بكتير من إن أتكلم عن نفسي. حسان قلب همس. تقوليش قاعدة في بيت أبوها؟ استرها يا رب وما تبقاش آخرتي على يدك يا حور الكلب. نرمين بابتسامة حنونة قالت طيب تعالي يا حبيبتي المطبخ علشان أعرفك هتعملي إيه. حور جات لها مكالمة على تليفونها من واحدة صاحبتها وقالت بغرور طب معلش معايا مكالمة فيديو كول، هخلصها واجي مع حضرتك. نرمين ضحكت وقالت طيب. حور وهي بتدي حسان ظهرها علشان تفتح المكالمة ظهرت نعمات صاحبتها. حور بابتسامة ومرح قالت بنتي يا نعمات، كيفك يا بت؟ حسان بغيظ شديد قال والله يحرقوك انت ونعمات في ساعة واحدة. اقفل يا بت الهباب ده، انت فاكرة نفسك قاعدة في النادي يا روح أمك. حور قالت بغيظ حسان امشي دلوقتي مش عارفة اتكلم مع البت. مشي حسان لجوه وفي نفس اللحظة دخل أسد اللي بص بدهشة للبنت دي. حور بجدية قالت مالك يا بت يا نعمات، شكلكم عيطة ليه؟ الزفت جوزي يا حور ضربني وبهدلني آخر بهدلة. يا شعبان يا ابن تفيدة العمشة، أنا قلت لك جوزك ده عايز يتهزق ويتمسح بيه التراب، كل الرجالة ده عايزين الحرج وعايزين ياخدوا بالجزمة على دماغاتهم. نعمات بصت لأسد بإعجاب. أسد كان واقف وراها. طب والقمر المنور ده كمان ما هو من ضمن الرجالة بردك يا حور، بقى ده ياخد بالجزمة. حور بغيظ شديد قالت هو لسه ممشيش، ده وجعت معايا سودة. بقول لك ايه يا جدع انت، خش جوا واتجي شري بدل ما تتبهدل، وانت عارف لساني هفرج عليك الخلق براحتك بقى. أسد وهو بيقرب منها وبيبص لها نظرة بتوحي بهلاكها. هو مين ده اللي هياخد بالجزمة ويتهزق كمان؟